خيبر ونهاية الزمان. من حصون اليهود إلى نهايتهم، القصة لسه ما خلصتش. هل خيبر كانت معركة وانتهت، ولا كانت صفعة لسه بتوجعهم لحد النهاردة؟ تعال نرجع الشريط ونعرف ايه اللي حصل، وازاي لسه في تكملة جاية. في السنة السابعة من الهجرة بعد صلح الحديبية، خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع جيش من 1600 مسلم بس، رايحين يواجهوا واحدة من أعقد وأقوى القلع في الجزيرة، خيبر. خيبر ما كانتش مدينة عادية، كانت قبلة لليهود اللي خانوا العهد وتحالفوا مع أعداء الإسلام وبيخططوا للقضاء على الدولة الإسلامية وهي لسه بتتبني. العدد حوالي 10,000 يهودي متحصنين جوه أكتر من 7 حصون ضخمة، وكل حصن عامل زي القلعة العسكرية. المعركة استمرت حوالي 15 يوم، كل يوم المسلمين يكسروا حصن ويتقدموا لحد ما وصلوا لأقوى حصن، القاموس، حصن مرحب قائد اليهود. وهنا كانت المواجهة الأسطورية بين علي بن أبي طالب ومرحب. مرحب قال: قد علمت خيبر أني مرحب شاكي السلاح، بطل مجرب، يعني من الآخر خاض معارك كتير وراجل جامد محدش يقدر يجيله على سكة. ورد عليه علي قال: أنا الذي سمتني أمي حيدر، كليت غابات كريه المنظر. يعني كليت غابات أسد الغابة كريه المنظر، اللي هو مخيف للأعداء. وبضربة واحدة علي شقوا رأس مرحب، وبعدها سقطت خيبر. بس الحكاية ما انتهتش، اليهود ما نسيوش خيبر لحد النهاردة. كلمة خيبر بترعبهم، عارف ليه؟ لأن خيبر مش بس كانت هزيمة عسكرية، ده كسر لغرورهم وفضيحة للي كانوا فاكرين نفسهم آمنين في حصونهم. وفي فلسطين اليوم لما الفلسطينيين بيهتفوا: خيبر خيبر يا يهود، جيش محمد سوف يعود، بيتجننوا. الكلمة دي بتولعهم غضب، لأنهم بيتذكروا اليوم اللي وقع فيه غرورهم. طيب وإحنا نكتفي بالذكرى؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عن آخر الزمان: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمين اليهود، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. معركة خيبر ما كانتش نهاية القصة، دي كانت بداية النهاية، بداية السقوط، لحد يوم يوعدنا فيه ربنا بالنصر. خيبر درس، ونهاية الزمان وهي الخاتمة. سلام.